لما تحبي تاكلي ملوخية بجد ما تاكليش ملوخية غير في البيت من ايديك انتي وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي. كل المطاعم بتعمل الملوخية الفروزن، مفيش حد بيعمل ملوخية اللي بتتعمل في المخرطة غير في بيتك انتي وبس. خضار الملوخية القوام بتاعها الجميل ده. هعمل معاكم النهاردة الفراخ مشوية بطريقة حلوة جدا، واقول لكم على التتبيلة بتاعتها. مش هقدمها مع رز بسمتي، عملت تحتها فريك مفلفل حلو جدا، وكمان سلطة زبادي. يلا بينا نبدأ الوصفة ونشوف تتبيلة الفراخ اللي عملناها النهاردة. كان طعمها خطير جدا، طعم حلو واللحم الأبيض مستوي تماما، كل تسويتها في قلب الفرن. بصوا لونها في منتهى الجمال ازاي. يلا بينا نبدأ الوصفة، نشوف المكونات وطريقة التحضير عشان نطلع الفراخ الخطيرة دي ونعمل معاها كمان الفريك. وصفة النهاردة حلوة قوي، لو حابينها كاملة او هتستفادوا منها ان شاء الله ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة عشان توصلكم كل الوصفات الجديدة. يلا بينا نبدأ سوا. اول حاجة حطيت في الكبة بصل وثوم، فلفل اخضر، طماطم، بهارات السبع حبات، ملح وفلفل اسود. هتستخدم كمان مستردة، وهستخدم دبس الرمان. من الحاجات اللي الاتنين دول بيدوا طعم حلو جدا في تتبيلة الفراخ. هاخد كمان معلقتين كبار من الزبادي. هاخد كل ده في الكبة او في الخلاط، وهعمل مارينيتد حلو جدا. هنقع فيه الفراخ لمدة طويلة. قد ايه؟ يستحسن من قبل بيوم، لكن لو ما قدرتيش ممكن من 6 ساعات، من 4 ل6 ساعات، عشان الفراخ تشرب معاكي التتبيلة بتاعتها كويس، وتحسي بطعم الحاجات اللي احنا حطيناها في قلب الفراخ. هعمل تفتيحات زي ما انتوا شايفينها كده، وهدخل فيها بقى كل البهارات والحاجات الحلوة دي، وهغطي الفراخ بتاعتنا وهدخلها التلاجة واسيبها لتاني يوم عشان نشتغلها سوا مع بعض. هشويها فين؟ هشويها على شبكة الفرن. لو حابة انك تحطيها في صينية وتحطي تحتها بطاطس 10/10 هتطلع معاكي تحفة، لكن انا هشويها على شبكة الفرن وهقدمها مع فريك. تعالوا بقى. بصلاية مفرومة او متقطعة تقطيع ناعم، مع معلقتين كبار من السمنة. الفريك بيحب السمن، تمام. ومعلقة كمان من الزيت عشان الفلفلة، وحطيت 3 فصوص من الثوم. نزلت الفريك بتاعي منقوع ومتصفي كويس جدا. هاخده بقى تقليبة حلوة. هحط فلفل اسود، بهارات 7 حبات، حبهان، ورقتين من اللوري. انا بحب الفريك بتاعي طبعا الملح والشوربه والسمن، الماده الدهنيه او سمنه او زيت او زبده. الفريك بيبقى يعني بيحب الحاجات دي، تمام. هحط كمان معلقه كبيره او معلقتين من عصير الطماطم، برضو بحبه يبقى لونه روز كده سنه. لو مش حابه تقدري تستغني عنه. وبيتسقي شوربه زيه وزي اي حاجه، زي الرز البسمتي وزي الرز العادي. مجرد ما بيشرب بتبص تلاقيه يتسوى، يعني تهدي النار عليه وهيستوي بالراحة على مهله خالص. ودي كانت وصفتنا النهاردة، نوع من أنواع التغيير في الأكل. لو عجبتك الوصفة بأي طريقة اشتركي في القناة وشيري الفيديو على قد ما تقدري.